السلام عليكم، رايكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل لاباس. اليوم حبيت نشارككم بهذه التحليه الرمضانيه الفخمه اللي متاكده اذا جربتوها راح تعجبكم بزاف. فكره تاعها بزاف هايله، فكره جديده، هي باناكوتا بنكهه جزائريه. باناكوتا ومن فوق راح تكون بالطاجين الحلو والمكسرات. الوصفه هايله بزاف وفيها النكهات الجزائريه. شوفوا الوصفه وان شاء الله راح تعجبكم وتعتمدوها في السهرات الرمضانيه. نبداو اول حاجه بالباناكوتا. بالنسبه للباناكوتا عندي 300 غرام من الكريمه سائله. استعملوا كريمه سائله تكون نوعيتها مليحه وتكون خاصه بالحلويات. زيدوا لها 200 غرام من الحليب، نخلطهم يعني بارد في بارد بهذا الشكل. من بعد راح نزيد مورفه صغيره تاع لافاني. وبالنسبه للباناكوتا قلت لكم فيها نكهه جزائريه. واش راح نحط لها؟ راح نحط لها القرفه، راح نحط لها نجمه الارض، وراح نحط لها ايضا الطيب. هما اللي رايحين يمدوا هذيك البنه تاع طاجين الحلو، يعني كي تاكلوها راكم رايحين تحسوا بهذوك النكهات، يعني النكهه كامل رايحه تكون كيف كيف. كي نحطها على النار هما اللي راهم رايحين يطلقوا الريحه تاعهم. من بعد رايح نزيد 3 معالق كبار تاع السكر، وهذه الكميه تاع السكر هي كميه قليله، يعني الباناكوتا تاعكم ماهيش حتجيكم حلوه، لانه الباناكوتا دائما نعتمدوا على الطبقه العلويه هي اللي تمد الحلاوه في الوصفه. نحطها على النار حتى تغلي مدة يعني 5 دقائق تقريبا، هذا مكان. وفي نفس الوقت جبت هنا اوراق الجيلاتين تاعي اللي لازم نحطهم في الماء. بالنسبه للجيلاتين ننصحكم انكم تخدموا بجيلاتين في يعني في لي روسيت تاعي كامل ندير لكم بالبودر، بصح في الباناكوتا من المستحسن نخدموا بهذو. راهم يتباعوا عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات بالقطعه الواحده، يعني بالورقه كما نقولوا. في هذه الكميات ما ديروا 2 حتى 3 على حسب الوزن تاع الاوراق تاعكم. هي نورمالمون في الوصفه 6 غرامات تاع فو جيلاتين. كاوش ندير الكريمه السائله راهي على النار. حكمت دوكا الجيلاتين وحطيت هذو الاوراق في الماء البارد، يا ربي مده 2 دقائق. شوفوا كيفاش يولي القوام تاعهم. هنا لازم نعصرهم مليح ونحطهم على هذاك الخليط وهو سخون. تلقاو بلي لا جيلاتين اللي ذابت معاكم. الوصفه راهي بزاف سهله، يعني الباناكوتا راهي من اسهل الوصفات. اصلا هذه الوصفه كما راهي قادرين تعتمدوها. من الفوق راكم قادرين ديروا يعني كونفيتور تاع الفريز ولا اي حاجه يعني حبيتوها. ماشي لازم كما درت انا، يعني تقدروا نتوما تستافدوا من وصفه الباناكوتا وحدها وكذلك من وصفه طاجين الحلو وحده. من بعد وليت جبت لي فيغين تاعي اللي خيرتهم لهذا الوصفه. وماذا بكم تخليو يعني هذيك المسافه تاع الطاجين الحلو ما تعمروهمش كامل. واني نصفي كما راكم تشوفوا. من بعد نخليهم كي يبردوا مليح نحطهم في الثلاجه، راح يديونا واحد 3 سوايع ويتمسكوا. كما راكم تشوفوا دوكا حين نروحوا للوصفه الثانيه اللي جات تاع الطاجين الحلو. الفكره تاعو ايضا بزاف هايله، ان شاء الله رايحه تعجبكم. هنا واش عندي؟ خيرت انه يكون عندي زبيب كما راكم تشوفوا، خيرت نوعيه مليحه والحبه الله يبارك كبيره. عندي كذلك هنا الكيوي، بصح درت غير 3 حبات يعني ما تحتاجوش اصلا كميه كبيره. عندي كذلك هنا الزبيب هذا الاسود، ايضا خيرت نوعيه مليحه وحبه كبيره. وعندي حبات تاع مشماش يعني كميه صغيره، بصح الله يبارك خرجت لي كميه ما شاء الله كفتني لي فيرين تاوعي. وزادوا يعني كلاو منها، خاصه انه كانوا يعني صايمين وجا واحد الطاجين بزاف بنين. عندي هنا مكسرات، درت جوز ودرت كذلك هنا لوز. عندي مارغرين استعملت ديما. عندي لافاني، وعندي نفس يعني هذو التوابل الصحيحه كما يقولوا لهم اللي استعملتهم في باناكوتا اللي هما نجمه الارض، القرفه والطيب. دوك انا واش راح ندير لهذو الفواكه الجافه؟ نحط لهم الماء لازم يكون يغلي كما راكم تشوفوا. وكل نوع نخليه وحده. ليه؟ لانه بعد مثلا كما الكيوي ولا اللون تاع الماء راح يولي اخضر، يعني يطلق اللون تاعو. ساعات كذلك الزبيب الاسود ثاني يطلق الماء تاعو. على بها لازم تديروا وتعاودوا، مثلا ندير 20 دقيقه يبرد هذاك الماء، نعاود نصفيه ونزيد نعاود نحط لهم. المهم حتى يولي الماء تاعي صافي باش من بعد ما ياثروليش على اللون تاع الطاجين الحلو. يعني اللي يطلقوه بزاف هما الكيوي. ساعات كذلك يديروا هذاك الكرز ولا الفريز المجفف، هذوك ثاني يطلقوه بزاف، لازم تعاودوا لهم الماء عده مرات. تنفخ الحبه تاعكم كما راكم تشوفوا، خلاص دوكا راهم واجدين. وليت قطعتهم شوفوا قطع صغار بهذا الشكل. دوكا حنجي ندير الكيله. شوفوا عندي هنا كيله تاع فواكه جافه كما جاتني. رايحه ندير كيله غير ربع من السكر، ورايحه ندير مغرفه تاع لافاني، وزوج كيلات من الماء. كيله، نعاود لكم، كيله تاع الفواكه المجففه، كيله غير ربع تاع السكر، مع 2 كيلات تاع
الماء، والكيله استعملوه على حسب واش عندكم، يعني تحكموا الفواكه الجافه تاعكم وتحطوهم. هنا زدت مغرفه كبيره من المارغرين ديما حتمد واحد البنه بزاف هايله، يعني الطاجين الحلو حنا دائما نزيدوها. المهم أيضًا تعقّد السيرو تاعكم، حطوه على النار حتى يغلي تقريبًا مدة 15 حتى ل20 دقيقة، من بعد وليو حطوا له هذوك الفواكه الجافة، زيدوا خليوهم حتى يغليو مليح. أنا كيما أنا داو لي تقريبًا حتى لنص ساعة في نار تكون متوسطة. وشني لازم النار كيما قلت لكم تكون ناقصة، ولازم يغلي مليح مليح، يعني تلقاو باللي دار الرغاوي بزاف، تما تعرفوا باللي الطاجين تاعكم راهو واجد، وأيضًا يكون عاقد، ما لازمش يكون مايح. شوفوا كيما هنا راهو خلاص راهو واجد. هو اللون شويه برك ولا لي فونسي ليه، لانه القرفه ونجمه الارض هما اللي طلقوا فيه، هما كذلك تصفيوهم مليح وما ثاني باش تحطوهم هكذا باش اللون تاعو يكون اصفر. اخر حاجه هنا زدت المكسرات، قلت لكم درت الجوز واللوز ايضا اللي كنت قطعتهم وحمصتهم، اهم حاجه يكونوا محمصين ولا ما يجيكمش بنان. بالنسبه يعني لهذه الوصفه راكم تقدروا ديروها للمناسبات للاعراس، صدقوني واحد البنه سبيسيال، يعني اللي ذاقوا طاجين حلو ساهل بالهم البنه تاعو. والريحه الاساسيه هي الريحه تاع القرفه ونجمه الارض والطيب، راهم يمدوا واحد الريحه يعني مميزه بزاف للوصفه هذه. والباناكوطا يعني ما عندهاش علاقه بالباناكوطا اللي مولفين بها، لانه كذلك هي راهي منكهه بهم، سما كي تاكلوها راكم تحسوا هكذا بواحد الطعم قلت لكم جزائري. شوفوا يعني كيفاش يجيكم هيا، قلت لكم كما كونفيتور تاع الفواكه المجففه. هذا يعني تقدروا تخبيوه قد ما حبيتوا ديروه لمناسباتكم، سما هكذا راكم تستفادوا من هذه الوصفه في وصفتين. انا جابوا لي 8، وطبعا الطاجين الحلو هذاك يعني جاب لي كثر، قلت لكم كانوا صايمين كلاو منه. الله يبارك جاب بزاف بنين. مع المكسرات، شوفوا مع الباناكوتا، المكسرات، القرمش، الفواكه الجافة، البيها قلت لكم تحلية فخمة وبزاف هايلة. بإذن الله راح تعجبكم، تعجب ضيوفكم. جربوها وشاركونا جميع تطبيقاتكم. إذا عندكم وصفاتكم حابين تشوفوهم في رمضان ما تنسوش أنكم تكتبوهم لي في التعليقات.